السلام عليكم. تجديد إمام عاشور سنتين إضافيتين غير السنتين الباقيين في عقده. الحقيقة جمهور الأهلي فرحان بالخبر، وأنا شايف إنه الجمهور عنده حق إن هو يفرح، لأن الجمهور قلقان من أداء الأهلي الماتش اللي فات. ماتش إنبي كان سيء، وماتش إنبي الأهلي كان فاز بصعوبة شديدة جدا، وكان عنده مشاكل كتيرة جدا في خط الهجوم وفي خط الدفاع وفي خط الوسط. فأنا أعتقد إنه ده اللي دفع الإدارة إنها تستجيب لمطالب إمام عاشور. أنا عندي رأي في الموضوع بعيداً عن العواطف وبعيداً عن قلق الجماهير من الموسم الحالي، خايفين أحسن الموسم الماضي يتكرر، فهم عايزين يحافظوا على نجوم لهم ثقل في الفريق وبيصنعوا الفارق زي إمام عاشور. ده حق الجمهور وده طبيعي، لكن الإدارة حطت سقف للتعاقدات. النهارده انت لما مستواك يكون مهزوز في ماتش فتجري على امام عاشور تخلص معاه، تقول له انت عايز ايه؟ يعني اللي يرضيك احنا هنرضيك، فتديله اللي هو عايزه. اولا انت عملت كده مشكله كبيره جدا من وجهه نظري. المشكله انك انت بتفاوض 4 لعيبه اخرين. انت عندك مروان عطيه، عندك شوبير، عندك ياسر ابراهيم، عندك محمد هاني. طيب ما هم دول كلهم اساسيين ومهمين في الفريق، ما يضغطوا عليك بنفس الطريقه. والله هتدينا اللي احنا عايزينه هنلعب، ما تديناش خلاص مش هنلعب، هنعمل زي امام عاشور. فده خطا، انا في رايي خطا اداري. طب هو امام عاشور مهم؟ امام عاشور مهم قولا واحدا، امام عاشور مهم، بس الفريق اهم، ولازم الاداره تبقى قويه. الحقيقه دي اداره مش قويه، بمعنى انك انت لما تقلق عشان الجمهور قلق من الاداء وبتاع والهزه اللي كانت في الفريق فتقلق فتروح تستجيب لضغوط لاعب. طيب انت كده بتدي رساله للاعبين اضغطوا عليا وانا هستجيب عشان الجمهور. انا بقلق من الجمهور، اي هزه في الفريق، اي هزيمه، اي تعادل هيبقى الجمهور هيزمزق، فالجمهور هيزمزق احنا هنعمل كل اللي انتوا عايزينه. طب ما انت كده خلاص، انت كده بتسلم نفسك وبتسلم الدنيا كلها للسوشيال ميديا وللانطباعات بتاعت الجمهور والقلق بتاع الجمهور من اداء الفريق. اي هزه للنتائج انت هتستجيب لطلبات اللعيبه. في كلام طبعا انه ده تم التعاقد مع امام بالسقف اللي حطته الاداره، ده كلام مش حقيقي. ده كلام مش حقيقي، ده حاجه شبه كده زيزو 5 مليون جنيه في العقد في اتحاد الكوره. ده كلام مش حقيقي. تامر النحاس طلع واتكلم عن العقود اللي بتتعمل في الاهلي والاعلانات. مجرد انت ما بتقول اللاعب ده ليه 50 مليون جنيه اعلانات، انت كده بتضمنه سواء جه اعلانات او ما جاش. فده كلام مش حقيقي. والحقيقه حتى السوشيال ميديا اللي بتتكلم عن الفلوس بتاعت امام بتقول لك اصل الاهلي اتفق مع امام على 35 مليون بس قالوا له انت وشطارتك في الاعلانات. يعني ايه شطارتك في الاعلانات؟ اذا كان النادي هو اللي بيختار اللاعب اللي يعمل اعلان اصلا، مش الشركه المعلنه. وده اي تعاقد ما بين الرعايه، عقود الرعايه مع اداره الاهلي، اداره الاهلي بتشترط ان النادي هو اللي يختار اللعيب. يبقى ازاي انت وشطارتك؟ بمنطق ايه انت وشطارتك؟ يا باشا انت محدد ارقام، وامام كان بيقول مش هجدد غير ب 150 مليون جنيه، كده انت اديته 150 مليون جنيه قولا واحدا. انت كده اديته 150 مليون جنيه، فلما تيجي تجدد لمروان، ومروان في رايي مروان عطيه اهم من امام عاشور في الاهلي، لما يقول لك انا عايز 80 مليون جنيه انت لازم تدفعه، لما يقول لك 90 مليون جنيه انت لازم تدفعه. هيقول لك ايه المشكله؟ ما انت بتدي امام، اديت امام 150 انا ما بقولكش تساويني بيه، اديني 100 انا كمان. ما هو هتبقى كده. شيل مروان عطيه من ماتش انبي، الاهلي يشيل 6 حتى لو امام كان موجود. فانت كده بتقول للعيب انا تحت رحمتك، وده مش صح. انا اشدت بالاداره بتاعت الاهلي لما جابت صفقات جديده، شباب جديده، محمود صلاح وعلي محمود والناس دي، قلت شباب جديده وتاكل النجيله وتبدا واحده واحده وتتنجم. لكن انت النهارده رجعت تاني لفكره النجوم وياخدوا اللي هم عايزينه وتريزيجيه وزيزو. لا انا مش معاك في ده. وعلى فكره الموسم ده هيبقى كارثي على الاهلي، الموسم ده هيبقى صعب على الاهلي. انا لسه من يومين بقول ان الاهلي هياخد الدوري بعد المستوى الوحش اللي كان في امبي. النهارده انا بقول لك الاهلي لو خد الدوري السنه دي هيبقى بالحكام.
مش بالفيل بلاي، مش بقوه الفريق، هيبقى بضغط جمهور ومن الاخر على الحكام. لكن كفرقه لا، مش هتشوف اداء فريق بالمنظر ده، انت مش هتشوف اداء فريق. وانا برضو عايز اتكلم عن ماتش الزمالك، لانه الزمالك برضو انا قلت انه الزمالك خارج حسابات الموسم السنه دي في الدوري العام، مش هينافس. الحقيقه الماتش بتاع امبارح البنك الاهلي يخليني اغير رايي شويه، الا اذا الصراعات بتاع شركه الكوره بتاعت ممدوح عباس وبتاعت ميدو وجون اودوارد والحاجات دي فركشت الفريق، لانه في محاولات جاده لفركشه الفريق. لكن انا بشوف ان الشباب الصغير ايشو امبارح، حسام اشرف، الشباب الصغير اللي طالعه واللي طالعه من ناشئين نادي الزمالك، انا بشوف ان هم لعيبه كبيره، ولو تم الحفاظ على الفرقه دي واعطاء فرص للناشئين دول والوقوف وراءهم من الجماهير، انا اشوف ان هم يعملوا مفاجاه اخرى. مش لازم على فكره ياخدوا الدوري، بس هيحرجوا الجميع، هيحرجوا الجميع. الزمالك يا جماعه الحقيقه يعني فريق يعني بربع دعم، ده لو ده راجل لغايه دلوقتي التيشيرت معلش راعي واحد، ده داخل الموسم بسم الله الرحمن الرحيم تيشيرت ابيض، مفيش رعايه، مفيش رعاه، مفيش حد بيدفع جنيه، مفيش رعايه في الزمالك، بعد تيشيرت الزمالك مفيش اعلان. وبتشوف فرقه واقفه على رجليها وبتقدر تفوز 3-0 على البنك الاهلي. البنك الاهلي مش فريق ضعيف، البنك الاهلي القيمه الشرائيه التسويقيه بتاعت لعيبته 9 مليون يورو، يعني مش فريق من غير كواليتي ومن غير لعيبه. فده له معنى، له معنى كبير. وللاسف يعني اداره الاهلي مهتمه جدا بالارقام، ان انا اجيب نجم واديله زي بن قرار اديله 3.5 مليون يورو. طب التشاريب 3.5 مليون يورو شفناه في الماتش اللي فات عمل ايه؟ انت بتهتم انك انت تجيب لعيب وتديله فلوس كتيره، لكن ايه اللعيب بقى يعمل ايه مش مهم، هنبقى نستناه يجيب جون ونزيط في السوشيال ميديا عليه، ده كلام فارغ. زي الكلام على كعب بن جديده، ايه كعب بن جديده ده؟ اصلا لعب الكوره بكعبه والقفشه، يا سلام، ماتش كامل لعب الكوره بكعبه والقفشه، ده ما حدش ضغط عليه اصلا. يعني هو كان حد ضغط عليه؟ دلوقتي بيحلق عليه. يعني الحكايه مش حكايه فلوس يا جماعه، والله العظيم الحكايه مش حكايه فلوس، حكايه ضمير، وحكايه انه الناس تبقى بتشتغل بجد من غير خوف ومن غير قلق ومن غير فساد، قولا واحدا من غير فساد. ادي فرصه لشبابك، ادي فرصه لمحمد عبد الله، ما احنا شايفين ايه شعوره في الملعب. ما تدي فرصه في الاهلي لمحمد عبد الله، ما تدي فرصه لابن سيد معوض، عمر سيد معوض، ما تدي فرصه للشباب دي. انت امتى هتدي فرصه يا اخي؟ انت خايف من ايه؟ مرعوب من ايه؟ اصلا الجمهور مش هيستحمل، ما يستحملش ليه الجمهور؟ اشمعنى جمهور الزمالك يستحمل؟ ما يستحملش ليه؟ وبعدين ما انت عندك الحكام هيخلصوا لك برضه على فكره، ما تحسسناش ان انتوا كلكم مش عارفين ان الحكام بتدعم الاهلي والزمالك احيانا. وانتوا بتلعبوا مين في الدوري اصلا؟ ده دوري شركات. وانتوا فاكرين نفسكم بتلعبوا في دوري؟ يا راجل ده كل الماتشات في القاهره، دوري ايه؟ امال لو بتروح تلاعب في الفريق في بلده، بتروح تلاعب اسوان في اسوان وبقى في دوري شعبي لانديه شعبيه، بتروح تلاعب المحله في المحله، بتروح تلاعب الشرقيه في الشرقيه، بتروح تلاعب المنيا في المنيا، وتلاقي جمهور واقف بيشجع الفريق المنافس، هتعمل ايه؟ هو في دوري عام في مصر؟ وانتوا بتهرجوا؟ هو انتوا بتهرجوا؟ ما تدوا فرصه للشباب الصغير. انما صفقات وهيصه وخلاص، واصل فزنا بالايه وفزنا، فزتوا على ايه وبايه؟ فزتوا على ايه؟ ده دوري شركات ومصنوع وموجه، اديله 100 سنه موجه. انتوا بتضحكوا على نفسكم، انتوا بتضحكوا على نفسكم. الدوري ده دوري مسيس، مفيش مسابقات كره حقيقيه في مصر. دي الحقيقه. بتراضي امام عاشور 150 مليون جنيه،
طب هنتفرج هنشوف امام عاشور يعمل لك ايه؟ ولا حاجه. مش هيعمل لك حاجه، هو خلاص خد اللي هو عايزه. هو خد اللي هو عايزه. الف مبروك تجديد امام عاشور. مبروك للزمالك وشباب الزمالك كمان. الماتش بتاع البنك الاهلي ماتش مهم ودفعه للامام ان شاء الله للزمالك والشباب الزمالك. شكرا جدا لكم.